ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. تعال بقى نروح على اعدادات الفلتر على طول عشان ما اطولش عليك، عشان الفيديو اللي فات كان حوالي 6 دقايق فالناس زهقت منه، محدش شافه اصلا. فالفيديو ده هيبقى دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين بالكتير قوي. فتعالى موريك الاعدادات كلها وعلى السريع كده. ده هنا اللايت، وده الكيرف، تمام. والكيرفات التانية بقى الاحمر والالوان التانية انا ما عملتهاش. وعندك هنا الكلر. ده الكلر تمب 10 والتنت واحد. مش هقول بقى الارقام عشان ما نطولش بس في الفيديو. تمام. تعالى بقى نروح على كلر ماكس، ودي الاحمر. دي الالوان بسرعة كده عشان ما اطولش عليك. وهنا انا ما عملتش غير اللايت. تمام. الهيو 224 والساتوريشن 13. تمام. تمام. تعالى بقى نروح على الافكت، وده الافكت اللي انا عملته. تمام. تمام. وهنا بقى لو عايز انت تعمل نويز ريدكشن، تمام. مش عايز تعملها لو الصورة حلوة او كده، تمام. نويز ريدكشن ده لو في بكسلة في الصورة شوية بيشيلها، بس بتلاقي الصورة ناعمة. فانا عامله 23 يعني عشان ما يأثرش اوي. تمام كده. وعندك هنا بروفايل انا عامله كولر عادي، ما عملتش فيه اي حاجة. تمام. وبس كده. ما الفيديو بقى ده من غير باسورد اصلا، يعني انزل حمل فلتر، هتلاقي رابط تحت في الديسكريبشن، انزل منه حمل فلتر. وبس كده. وما تنساش بقى التليجرام، انا بنزل فلاتر كتير على التليجرام، وفي فلاتر من زمان جدا موجودة برضو على التليجرام. فتابعني على التليجرام عشان تشوف كل جديد. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.